احنا دلوقتي طبعا عاملين اعداد كويس قوي، وعندنا برضه نفس الكفاءات، واحنا غيرنا في المدربين، ودي سنه الحياه، واللي بره بكره يبقى جوه، واللي جوه يبقى بره. واحنا كان مجلس الاداره كان قصده ان المدرب يبقى عنده امل ان هو لما يشتغل ويطلع لاعبين محليين ان هو ينضم لاسره المنتخبات، وديت حاجه كويسه وامل كويس، وده عملت فعلا رد فعل كويس، او خلت المدربين والانديه وكل الناس دي عملت شغل كويس بفضل الله، ادى للنتائج اللي احنا فيها دلوقتي. كابتن عبد المنعم بشبيش رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للكاراتيه، انت لم ترافق البعثه في اليونان، ولكن كيف كنت تتواصل مع ابنائك من الناشئين والناشئات، خصوصا وهم دائما في حاله احتياج الى مسانده الاب الكبير وكابتن عبد المنعم بشبيش؟ ازاي؟ انا الاولاد هنا بعضهم قابلني هنا وهم بيستلموا الشنط الرياضيه ملابس قبل ما يسافروا، وقعدت اتكلمت معاهم وحفزتهم واديت لهم بعض النصايح، وانا عارف ان هم اصلا ابطال، لكن في الاول والاخر توفيق من المولى عز وجل، لكن احنا عملنا اللي علينا، وبنقعد مع الناس ودايما بنبقى على اتصال بهم يومي بالنتائج. حتى النتائج بتاعتنا بنرسلها للمجلس القومي للرياضه يوم بيوم، والحمد لله جالنا اكتر من تهنئه قبل كده من المهندس حسن صقر على انجازات الاتحاد. يعني هناك خط ساخن دائما مع المنتخب، سواء يعني كنت حضرتك مرافق للمنتخب او غير من ضمن المرافقين. لا ده صحيح، هو مرافقه المنتخب بالنسبه لي على فترات كبيره، يعني من شهر 11 اللي فات تقريبا يمكن لشهر 9 اللي جاي ما سافرتش، ولكن في ناس في مجلس الاداره وفي ناس اداريين وناس مدربين على اعلى مستوى في الاداره يعني. تحيه الى المنتخب القومي المصري للشباب والناشئين الذين حققوا كثير من الميداليات وكانوا سبب في رفع علم مصر وازدهار اسم مصر ضمن كثير من الدول الذين شاركوا في كاس عالم اليونان. كابتن عبد المنعم بشبيشي، دي كانت محطه ليس نهايه محطه، وانما محطه تنقلك الى محطه اخرى هي بطوله العالم في ماليزيا. كيف تنظر لهذه المحطه؟ بما اننا احنا يعني من الدول اللي على راس الهرم في الكاراتيه في العالم، فدي مهمه مؤرقه جدا، لكن احنا عندنا امل في المولى عز وجل، وعندنا لاعبين على مستوى المسؤوليه، مدربين على اعلى مستوى، حكام على اعلى مستوى اللي هم بيفرزوا لنا اللاعبين دول حكام، واحنا قعدنا مع الحكام اكتر من مره وهم فاهمين وعارفين من زمان ان هو بيفرز اللاعب كويس. لو الحكم اصلا مش كويس لا قدر الله بيطلع لاعب مش كويس، لكن ده نجاح للحكام كمان ان هم الناس اللي هم بيحكموا لهم هنا واللي هم بيدوا لهم المراكز بناء على القانون، مفيش ظلم بفضل الله، بيأثر علينا احنا كمستوى كبير، وده واضح من النتائج بتاعتنا. بيقولوا في مثل الوصول الى القمه سهل، وانما الحفاظ على الاستمرار في القمه هو اللي صعب. حضرتك بعد المكانه اللي حققتها في كاس العالم في اليونان، انت مطالب بانك انت تحقق نفس المكانه في بطوله العالم. ماذا تنتظر ان تحقق وانت بتوعد نفسك وبتوعد اسره الكاراتيه؟ والله احنا بنوعدهم ان شاء الله ان يكون النتائج افضل، لان الحقيقه يعني هم المجلس القومي للرياضه لم يقصر، واحنا كاتحاد لم يقصر بكل الاطياف اللي بتشكل الاتحاد، مفيش حد منهم قصر خالص. في الاخر التوفيق من المولى عز وجل، لكن بفضل الله وكرم الله احنا عندنا لاعبين دايما كويسين، وعندنا سنه 2009 اللاعبين كان عندك 1 و2 و3 كلهم كويسين، وكنت صعب جدا ان انت تختار من بين الناس دي، فكنا بنلجأ للتحكيم، وكان الناس بفضل الله بيرتضوا وبياخدوا الافضل، وكان الافضل ده فرق بينه وبين الاول والثاني والثالث فرق بسيط جدا. ندعو يا رب المنتخب القومي المصري ان يحقق ما حققه في كاس العالم اليونان، ونتمنى لهم يا رب التوفيق في ماليزيا. انت حضرتك خلال الفتره القادمه ايضا وبعد احداث 25 يناير هناك توجيهات عامه لتوطيد العلاقات الافريقيه داخل على المعاطف خطير وهي دوره الالعاب الافريقيه. كيف تراها من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الرياضيه؟ هي علاقتنا بافريقيا دايما كويسه ككاراتيه الحقيقه، والدوره اللي جايه دي دوره مهمه جدا لمصر، ودوره مهمه جدا للكاراتيه،
لان الحقيقه من خلال كلام المهندس حسن صقر واللي هو محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه، دكتور محمود شكري، الناس ديت القوا بعبء كبير جدا على الكاراتيه في نتائج الدوره الافريقيه. وانا بقول لهم ان شاء الله ان احنا قد المسؤوليه ومش هنخذلكم، وانتم ما قصرتوش معانا، واحنا ان شاء الله مش هنقصر في حق مصر باذن الله. ان شاء الله دوره الالعاب الافريقيه يكون اول سفير لتوطيد العلاقات الرياضيه والاتحاد المصري الافريقي، مع العلم بان هذا البيت وهذا المكان كان هو الداعم والراعي الاول لرياضه الكاراتيه على مستوى افريقيا، وليس فقط وانما ايضا على مستوى الدول العربيه. عايزين نرجع بقى، نخرج من المنتخبات القوميه، نروح لابنائك المدربين اللي هم بيشاركوا مدرب منتخب في صناعه هذا البطل. ايه حضرتك كيف تنظر لهذا المدرب والخطط المستقبليه لان تاتي بهذا المدرب الى المنتخب من وجهه نظر حضرتك ايه؟ هو طبعا المدربين دول زي ما انا اتكلمت قبل كده على مستوى عالي جدا من الكفاءه، وفي منهم كتير جدا من حقه انه يدخل المنتخب، لكن احنا بنختار شويه شويه ان شاء الله باذن الله. ربنا يقدرنا ونوسع القاعده بحيث الناس تخوض نفس الفكره، يبقى عندنا احنا قاعده عريضه جدا من مدربي المنتخبات. بالنسبه للمدربين دول الحقيقه بعضهم حقه مهضوم، خاصه في الجوائز اللي المفروض ان هو ياخدها بناء على ان هو اللي قدم لنا اللاعب ده. احنا عملنا حاجات عامه للمدربين، واحنا يعني بوعد ان شاء الله المدربين ان هم يكونوا لهم هدايا عندي برضو تانية، زي ما وعدت انا لجنه المدربين المنتظره ان شاء الله ان احنا هنقدم هدايا للمدربين، وانا بوعدهم وهم عارفين ان احنا لما بنتكلم كمجلس اداره في حاجه بننفذها بفضل الله. رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للكاراتيه يقر ويعترف ان مدرب النادي هو الشريك الاساسي في صناعه البطل، وانه ينول كثير من اهتمامه ويعي ان شاء الله بكثير من الامتيازات خلال الفتره القادمه بمشيئه الله تعالى. كابتن عبد المنعم مشبيشي، بقي القاضي وهو الحكم. حضرتك شايف الحكم ايه؟ الحقيقه احنا عندنا حكام من زمان على اعلى مستوى من الكفاءه، واحنا عندنا دلوقتي تقريبا 10 حكام دوليين، واحنا بنساهم في يعني ان هم عددهم يكتر ان شاء الله. وبنطلب برضو المجلس القومي للرياضه بالمناسبه ديت المهندس حسن صقر ان احنا نطلع اكبر عدد من الحكام، لان الحكام بتوعنا بفضل الله كان زمان الحكم يسافر مره واثنين وثلاثه وعشره وما ينجحش، لا دلوقتي عندنا قاعده كويسه. عملنا شغل بالنسبه لاعداد الحكم للدورات الدوليه، ساهم فيها المهندس محي الدين احمد محمد رئيس اللجنه العليا للحكام. عرف الناس ازاي تدخل وازاي تجاوب وازاي وايه اللي هم يعملوه في العمل وفي النظري، وده ساهم في ان احنا بقى عندنا اعداد كويسه بالنسبه للحكام الدوليين. حكام الافارقه عندنا عدد كبير بفضل الله، بقيه الحكام موجودين، واحنا حكامنا على مستوى عالي جدا من الكفاءه والمسؤوليه. الميزه كمان اللي موجوده في الحكام بتوعنا ان هم علاقتهم بالمدربين علاقه كويسه جدا، وبتساهم في ان البطولات المحليه بتطلع جميله وبسلام، وبتطلع على اعلى مستوى من الكفاءه والفنيه. كابتن عبد المنعم مشبيشي، شكرا لهذا اللقاء الممتع اللي بجد اسمح لي حضرتك ان احنا نوجه لحضرتك كل تحيه وتقدير من كل قلوبنا، نتمنى لك كل خير ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. نلتقي بحضرتك ان شاء الله بعد عوده المنتخب القومي ايضا من بطوله العالم في ماليزيا، علشان خاطر نقول لحضرتك تهاني وافراح اولياء الامور المدربين والحكام. شكرا كابتن عبد المنعم. شكرا. شكرا.